بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض الزبادي. احنا عملناه مع بعض قبل كده، هنعمله تاني عشان كل سنة وانتم طيبين. كوباية الزبادي مهمة قوي قوي وبقى غالي قوي، فاحنا بنعمله في البيت لانه غالي جدا بره، فبتبقى حلوة للسحور كده، جميلة وخفيفة على المعدة وبتساعد على الهضم. انا هنعم انا معايا دول حوالي 2 كيلو الا ربع، ولو انا هعمل كيلو باخد كوبايه صغيره. انا معايا هنا كوبايه كبيره ديت 170 جرام الكوبايه دي، لان دول 2 كيلو لبن الا ربع، فانا باخد الكوبايه الكبيره دي. لو هو كيلو هجيب كوبايه صغيره. هعمل ايه؟ انا اول حاجه هعملها هحط كوبايه الزبادي في المصفى بتاعت صفايه الشاي دي، عشان بمعلقه كده وبظهر المعلقه هنعمها قوي، وانا هنزلها من هنا من الصفايه دي. عمرها ما هيبقى فيها تكتلات ابدا، وانا عندي اللبن طبعا مغلي ومتبرد ودافي. هي ما جرالهاش حاجه، هي وقعت بس هشيلها تاني اهي، علشان بس هي اتزحلقت. همسكها انعمها كويس قوي قوي، ولو في حاجه وقعت هجيبها برده بالصفايه وانعمها، ونشوف هنعمل مع بعض ايه. انا هنعمها واقلبها في اللبن كله، نعمها بالمصفى دي لان هينزل مفيش، هيبقى فيها كتل ابدا. بوريكم معايا اهوت واجون كده، شايفين؟ افضل اعمل لحد اخر حاجه بتبقى ناعمه وجميله جدا جدا وما فيهاش اي تكتلات. بوريكم لاخر حاجه وهكمل وهقلب كويس في اللبن كله، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. هنا الكاسات اللي هحط فيها والكوبايات. معايا ايه بقى؟ ميه سخنه. انا هعمل ايه في الميه السخنه دي؟ انا عامله في البراد ميه سخنه، هعصر فيها ليمونه وهحط كمان القشر معاها. طب ليه بعمل كده اهو الليمونه؟ علشان انا بعمل الكاسات بتاعتي في صينيه ألمونيا عشان ما تزرقش، لان الزرق ده هو صدى الألمونيا. فالليمون بيخلي الصينيه بتاعتي الليمونه خضرا شويه. انا مش هحط الميه الا ما اصب الحاجات علشان الكوبايات ما تعومش. لو حطيت الميه الاول هتلاقيها عايمه كده وهتقع مني. فانا همسك دلوقتي، انا مقلبه الزبادي في اللبن كويس جدا اهو، شايفين؟ ولا في تكتلات ولا اي حاجه، لان الصفايه دي بتضمن لك ان انت بتنزليها من غير دقيقه خالص، وما بتبقاش فيها اي تكتلات. وطبعا احنا قلنا اللبن مغلي ومتبرد لحد الدفيان، يعني تستحمليه. هنا بقى هبدا اصب في الكوبايات. عندي كوبايات صغيره كده مش بستعملها، عندي برطمانات كده اللي هي بيبقى جاي فيها الحاجات ديت. اي حاجه عندك، اي كاسات، اي كوبايات، لو عايزه تعملها في اللي هي بتوع الكريمه عادي، اي حاجه عندك. فانا هبدا اصب في الكميه بتاعتي كلها، ولما نخلص هنشوف مع بعض. خلصت الكميه بتاعتي. انا هعمل ايه؟ احتجت من قوالب الكريمه، خدت 2 اهو حطيت فيهم، بس مش هحطهم في الصينيه دلوقتي الا ما اصب الميه هنا بقى في الصينيه. هنا زي ما احنا شايفين كده بصب، دي ميه سخنه وعصره فيها الليمون. هخلص الكميه بتاعتي واقوم حطاها في مكان تاني زي فرن البوتاجاز، واقفل عليها لحد 4 ساعات اكتر لحد ما تتماسك معايا، وهنشوفها مع بعض. بس ما احنا شايفين الميه يعني تقريبا واصله لنص النقات اللي عندي او الكوبايات اللي عندي، او اكتر من النص شويه. ده هيساعد انها تتماسك معايا بسرعه، يعني يا اما للنص او ازيد من النص شويه. وبعدين هحطها دلوقتي في فرن البوتاجاز لحد ما تتماسك، هنشوفها سوا. ما شاء الله الزبادي معايا تماسك اهو، نشوف. شايفين الكوبايه اهي متماسك خالص، سواء الكوبايه دي او واحده من الكبار دول برضه متماسك معايا خالص اهو، ما شاء الله. شايفين؟ هنشوف بقى النعومه بتاعته. الله، شايفين ناعم وجميل قد ايه؟ ما شاء الله، ناعم وجميل جدا، ما شاء الله، لا قوه الا بالله. بألف هنا وشفا. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم في الطريقة الجميلة دي.